في حادثة صادمة ومثيرة قرر عالم الأجنة اليهودي روبرت غيلهوم استخدام جهاز الكشف على رحم زوجته. لم يكن يتوقع أن هذه الخطوة ستقلب حياته رأسا على عقب. بعد أن استخدم الجهاز على زوجته أصيب بذهول كبير عندما اكتشف وجود بصمات ل3 رجال آخرين في رحمها. هذه الصدمة جعلته يتساءل عن سبب هذا الاكتشاف العجيب. قرر روبرت التعمق في دراسة القرآن الكريم، حيث استشعر أهمية آيات الطلاق والعدة في الإسلام. العدة في الإسلام هي الفترة التي تنتظرها المرأة بعد الطلاق أو وفاة الزوج، وهي 3 حيضات. هذه الفترة تضمن خلو رحم المرأة من أي حمل، مما يعكس حكمة التشريعات الإسلامية في حماية المرأة وتكريمها. تأكد روبرت من هذه الحقائق العلمية بعد إجراء العديد من الأبحاث، فاكتشف أن النساء المسلمات المتزوجات يحملن بصمة واحدة فقط، بصمة أزواجهن. هذا الاكتشاف جعله يصيح قائلا: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. تعمق روبرت في القرآن الكريم ووجد أن القرآن قد أوضح هذه الحقائق منذ آلاف السنين. قرر إجراء المزيد من الأبحاث على نساء بلدته المسلمات، فاكتشف أن كل مسلمة متزوجة تحمل بصمة واحدة فقط. هذا الاكتشاف دفعه إلى البحث في أسباب هذه الظاهرة العلمية الفريدة. وجد أن البصمة الزوجية تزول بعد 3 أشهر، مما يتيح للمرأة الزواج مرة أخرى دون أي التباس في النسب. لم يكتف روبرت بذلك، بل قرر التحقق من صحة هذا الاكتشاف على زوجته. بعد إجراء التحليل، اكتشف أن زوجته كانت تخونه، حيث تحمل بصمات ل3 رجال آخرين. هذا الاكتشاف كان بمثابة صدمة كبيرة له، وقاده للتأكد من نسب أطفاله. اكتشف أن واحدا فقط من أطفاله هو ابنه الحقيقي. هذه الصدمة قلبت حياته رأسا على عقب، ودفعته إلى الإيمان بأن الإسلام هو الدين الحق الذي يضمن حصانة المرأة وتماسك المجتمع. قام روبرت بإجراء تجربة إضافية على نساء غير مسلمات، فاكتشف أنهن يحملن بصمات متعددة، مما أكد له مرة أخرى أن تعاليم الإسلام هي الأصح والأدق. بعد عدة أشهر من البحث والتحليل، اكتشف روبرت أن البصمة الزوجية تزول بعد 3 أشهر، مما يتيح للمرأة الزواج مرة أخرى دون أي التباس في النسب. هذا الإعجاز العلمي الذي اكتشفه جعله يعلن إسلامه، مؤكدا أن القرآن قد أوضح هذه الحقائق منذ آلاف السنين. تؤكد آيات القرآن الكريم على أهمية العدة في حياة المرأة، حيث قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. هذه الآية تعكس الحكمة الإلهية في تنظيم حياة المرأة وحمايتها من أي اختلاط في الأنساب. في نهاية تجربته، تأكد روبرت أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن طهارة المرأة ونقاء المجتمع. أعلن إسلامه بعدما تأكد من الحقائق العلمية والإعجاز القرآني في تحديد فترة العدة للمرأة ب3 أشهر. قرر أن يشارك هذا الاكتشاف مع العالم، مؤكدا أن القرآن مليء بالحقائق العلمية التي تثبت أن الإسلام هو الدين الحق. بهذا نصل إلى نهاية تقريرنا المثير. ندعوك عزيزي المشاهد لمشاركة رأيك البناء في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.